لما نيجي نغير عادة سيئة بنحس إننا بنحارب نفسنا. لأن فعلا إحنا بنحارب نفسنا. عقلنا متعود على الراحة وأي تغيير بالنسبة ليه بيكون تهديد. بس هل ده معناه إننا مش هنقدر نغير أي عادة في حياتنا؟ بالعكس، موضوع حلقتنا النهاردة عن إزاي ممكن نتخلص من أي عادة مش عايزينها بأسلوب عملي وبسيط جدا. خليني في البداية أرحب بكل مستمعينا في بودكاست مراية، وأرحب معاكم بلايف كوتش أحمد. ازيك يا كوتش؟ حلقتنا النهاردة بتشغل ناس كتير جدا. جاهز نبدأ؟ أهلا بيكي يا كوتش، برحب بيكي وبكل مستمعينا في بودكاست مراية. أنا جاهز جدا أبدأ معاكي الحلقة. يا كوتش، ليه العادات السيئة بتبقى قوية كده؟ يعني ليه سهل تكتسب عادة وحشة لكن صعب تتخلص منها؟ سؤال مهم جدا، خلينا نقولها ببساطة. المخ بيحب الراحة، والعادات بتوفر ليه كده. أي عادة احنا بنكررها بتتحول لمسار عصبي ثابت في دماغنا، وده بيخليها تكمل معانا بشكل تلقائي. زي مثلا لما حد متعود يشرب قهوة أول ما يصحى الصبح، لو كسر العادة دي في يوم بيحس إن في حاجة غلط ويومه مش مظبوط. وهنا المخ بيتعامل مع العادة على إنها بتوفر المجهود، وعلشان لما نحاول نغيرها المخ بيقاوم، مش عايز يبذل أي مجهود إضافي. وهنا بتيجي المشكلة، أغلب الناس بتستسلم عند أول مقاومة. طب إيه الحل؟ الحل إننا ما نحاولش نقاوم العادة بشكل مباشر، لكن نبدلها بحاجة تانية. يعني بدل ما تقول هوقف استخدام السوشيال ميديا، ممكن تقلل وقتها بالتدريج، وتضيف الوقت ده في قراية كتاب، لعب رياضة معينة، وتفضل تقلل وقت العادة السيئة ده وتزود بالتدريج وقت العادة الجديدة لحد ما تبدأ تاخد مكانها وتستبدلها صح، وبدون ما تسبب ليك أي مشكلة. وعلشان التغيير يكون فعال لازم نشتغل على خطوات بسيطة. أول حاجة، العادات بتحتاج وقت علشان تثبت والعقل يتقبلها ويتعايش معاها، فلازم تستمر. رقم اتنين، كل ما تاخد خطوة تساعدك إنك تغير العادة دي، كافئ نفسك بحاجة تحفزك. وتالت حاجة، وزي ما قلنا، ما توقفش أبدا العادة السيئة مرة واحدة، خدها خطوة خطوة، وابعد تماما عن أي حاجة ممكن تساعدك إنك ترجع للعادة دي، سواء مكان أو أشخاص، المهم تبعد. عارفة يا كوتش إن في أخطاء ممكن تخلي ناس كتير تفشل في التغيير ده؟ أكبر غلطة إننا بنعتمد على الحماس بس، من غير تخطيط. بنقول من بكرة هعمل كذا، لكن من غير خطة، فبنرجع لنفس النقطة. وأكيد كمان الضغط النفسي، بيبقى فيه ضغط نفسي وجلد ذات رهيب لما حد بيحاول يبطل حاجة فجأة ويحس بالفشل لو غلط مرة. وهنا لازم نفتكر إن أي تغيير بياخد وقت، ولو وقعنا مرة ده مش معناه إننا فشلنا. المهم إننا نرجع ونحاول تاني وما نيأس أبدا. تعرف يا كوتشي إن البيئة اللي حوالينا بتأثر على العادات اللي في حياتنا؟ أكيد طبعا البيئة ليها تأثير كبير جدا. تخيلي كده مثلا إنك عايزة تبطلي الأكل الغير صحي، بس لقيتي التلاجة مليانة كل الحاجات اللي المفروض تبعدي عنها. أكيد هيكون صعب عليك إنك تبعدي عن العادة دي. فلازم تكون البيئة المحيطة بيك مهيئة وتساعدك إنك تبعدي عن العادة السيئة. هو ممكن تغيير العادة يحتاج تغيير في طريقة تفكيرنا عن نفسنا؟ سؤال قوي جدا. أيوة طبعا، علشان تغير العادة اللي مش حابب تكمل فيها لازم تتكلم مع نفسك بشكل محفز وإيجابي. ما ينفعش أبدا تكون صيغة الكلام مع نفسك تكون محبطة وسلبية، لأن ده هيوقفك مكانك ومش هتقدر تقاوم العادة. الكلام الإيجابي والثقة بالنفس عاملين مهمين جدا في المرحلة دي. في سؤال أكيد مستمعينا بيفكروا فيه، وهو لو حد حاول يغير عادة وبعد كام يوم رجع ليها تاني، ممكن يعمل إيه؟ أول حاجة لازم كلنا نفهمها إن كل واحد فينا معرض إنه يحاول يغير من نفسه أو يغير عادة في حياته، وغصب عنه ممكن يرجع تاني، وده اسمه انتكاسة مش فشل. انت بتحاول تغير نمط ومسار مش مفيد في حياتك، والموضوع ده بيحتاج مجهود وصبر وهدوء، لأن زي ما كلنا عارفين أي تغيير خصوصا في نمط الحياة بياخد وقت، وعلى حسب عزيمة وإصرار كل واحد فينا.
فالانتكاسة ده جزء طبيعي من التغيير، ولو غلطت يوم كمل ما تستسلمش، وكمان كأن مفيش حاجة حصلت. في ناس ممكن تبطل العادة يومين وبعدين يرجعوا يعملوها ويحسوا بالذنب ويرجعوا أسوأ من الأول. والحل هنا إنك تتعامل مع الموضوع بمرونة، ولو حصلت غلطة كمل وما تعاقبش نفسك. في فكرة جميلة ومحفزة جدا، إننا نغير العادات مع حد تاني. بمعنى لو عايز تبدأ رياضة، ادخل في مجموعة ما تكونش لوحدك، لأن الالتزام بيزيد لما بيكون معاك حد يشجعك. لو بصينا حوالينا هنلاقي إن العادات بتتأثر بالناس اللي معانا، وهنا ممكن نقول إن لو عايز تبني عادة جديدة ومفيدة قرب من الناس اللي بتعملها، ولو عايز تبطل عادة سيئة حاول تبعد عن الناس أو الحاجات اللي بتخليك تعملها. ده هيفرق معاك جدا. النهاردة احنا اتكلمنا في نقط كتير، بس ممكن نلخص الموضوع في نقط عملية وبسيطة جدا. في البداية تحدد العادة اللي حابب تغيرها. حاول تفهم مع نفسك انت كنت بتعمل العادة دي ليه، وايه البديل المناسب ليها. حاول تغير ولو تغيير بسيط في المحيط اللي حواليك، علشان ما ترجعش تاني، وابدأ بخطوة صغيرة. وأهم حاجة لو غلطت كمل عادي وما تستسلمش. التغيير مش مستحيل، لكن محتاج صبر وإرادة قوية عشان تكمل. ولو عايز تبدأ خد أول خطوة دلوقتي. اختار عادة واحدة وابدأ في تغييرها النهاردة. وبكده نكون وصلنا لنهاية حلقتنا النهاردة. كان معاكم كوتش أحمد وكوتش إيمان، في انتظار أسئلتكم واستفساراتكم دايما من خلال صفحتنا بي هابي على الفيسبوك وإنستجرام، وقناة مراية على اليوتيوب، وطبعا بودكاست مراية على سبوتيفاي. هتكون اللينكات موجودة في التعليقات. بشكركم جدا على المتابعة، وانتظرونا في حلقة جديدة من بودكاست مراية.